اوريفلام نعرف نبذه مختصره عنها وليها فيديو خاص كده. هي شركه سويديه ونحط تحت 1000 خط تحت كلمه سويديه دي عشان ليها معنى كبير قوي هفهمه لكم. اصل الاسمات السويديه الاول اوريفلام هي شركه بقالها 55 سنه دلوقتي 55 سنه منتشره في اكثر من 70 دوله اوروبيه، فيها اكثر من 100 عالم تمام في اكثر من معامل مختلفه بتشتغل مش على انتاج المنتج، على تطويره، انما انتاج المنتج دي عدد مصانع ثانيه مختلفه. طيب هي شغاله في نظام اسمه ايه؟ البيع المباشر، البيع المباشر ده اللي هو ما بيظلمش حد، مش وظيفه صاحب الشركه عمال يكبر وانا قاعده باخد مرتب ثابت، يعني اللي بتقول لك مرتب ثابت دي باصه تحت رجليها. هي بتاخد 1500 دلوقتي، 1500 دول لما يزيدوا مثلا بعد سنتين هيزيدوا عليهم 500 كمان، ال 2000 جنيه دي هتنفع كمان سنتين بارتفاع الاسعار اللي قلت عشان نجيب رقم. فايه هو البيع المباشر؟ مثال بسيط جدا. مصنع بينتج حاجات تمام كده، في محل بيبيع نفس الحاجات. اشتري من المصنع ارخص ولا من المحل اللي واخد من المصنع؟ من المصنع. فالبيع المباشر ده انت يعني بتشتري من الشركه الام، فالمنتج اللي انت واخداه متكلف بتكاليفته في المصنع، مفيش اي اضافات ولا تاجر جمله ولا تاجر تنزيل ولا الكلام ده كله. وكمان يعني مثلا بتقول لك الشركه دي شكلها مفلسه عشان كده بتدخل فيها ناس كتير، مش لا الناس اللي فيها اكتر من هم على الأقل. فالشركه دي ذكيه جدا، بدل ما هي تعمل دعايه عشان هي بس اللي تكسب، احنا مسوقينها، احنا مسوقين الشركه دي. الشركه بتدينا فرصه ان احنا يدخل لنا راكب، فبتديكم فرصه تدفع. ايه بقى اسمها السويديه؟ حاجه مهمه جدا فيها. احنا هنا في مصر او الاونلاين بغض النظر بقى وظيفه اونلاين او وظيفه حكوميه ايا كان، بتهتم بايه منك كموظف؟ اي وظيفه بتهتم بالعمل اللي انت بتعمليه. النتيجه اللي بتجيبيها مرتبك ثابت تمام كده. في بقى كوميشن، في حاجات كده، حاجات مختلفه جدا. ايه هي السمات السويديه؟ السويد بتهتم بمظهرك اللي هو الجمال، بنفسيتك تمام كده، بشعورك، بالمتعه بتاعتك. ايه دول اصلا؟ هاخدهم ازاي برضه مع الافلام؟ دول هاخدهم المتعه اللي هو السفر، شعوري ايه وانا جميله تمام كده، شكل يعني بتهتم بشكل حياتنا اللي هيجي من خلال المرتب اللي هناخده من الفلوس. فبتهتم، مش بتديكي مرتب ثابت كده خالص.